60 مليون دولار هي جائزة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والمصيبة ولا فريق عراقي مشارك فيه. فإذا تريد تعرف الأسباب تابع الفيديو للنهاية. بداية خلينا نعرف منو الفرق الموجودة حاليا سواء اي سبورت او صناعة محتوى، وراح نقيمها باربع عوامل اساسية هي الفكرة والمونتاج والمتعة واخير شيء الجودة. ببداية سنة 2025 بدينا نسمع عن تيم ليجندز اللي هو تيم مكون من صناع محتوى عنده اسماء كبيرة مثل مصطفى وسلار ومرتضى واحمد جيمز، يعني هذول وحدهم لو تجمع عدد مشتركينهم يطلعون فوق ال 18 مليون مشترك، رقم كلش كبير واسماء ما يستهان بيها. اول فيديو نزل لهم تقريبا قبل 3 اشهر. الفكرة عبارة عن كود نيمز على الحالة الواقعية. تطبيق الفكرة كان رديء بس كلش عادي بالنسبة لكلان جديد، وهمين بعد اكو سبب راح اذكره بنهاية المقطع. وبعد المقطع نزل بقناة الفريق نزلت مقاطع ثانية بقنوات الاعضاء. واكثر شيء عجبني بهذا الكلان هو المونتاج. صحيح هو المفروض يكون شيء طبيعي وانت خصوصا جاي تحكي على يوتيوبرز كبار، بس للاسف باليوتيوب العراقي بالفتره الحاليه تحديدا بدنا نشوف مونتاج يمتع العين. بس نجي التقييم النهائي ونبدي اول شيء بالفكره. مثل ما قلنا الفكره محلوبه ومكرره، اما المونتاج راح تنحسب لهم نقطه. والمتعه صراحه يا اخوان ما اعرف ايش احكي عليها، كانت اكو جزئيات من المقطع بيها ملل اتوقع بسبب طول المقطع، بس اكيد نقطه المتعه نقطه تنحسب لهم. واخير شيء الجوده، شباب الجوده هواي غادي لها شغل من الصوت والاضاءه وحتى تطبيق فكره المقطع. بس لا ننسى هذا اول فيديو لهم، والتقييم النهائي هو 2 من 4. وقبل لا ننتقل للفريق الثاني اكتب لي بالتعليقات من العضو المفضل لك بهالتيم. اوكي هسه نجي الفريق الثاني اللي هو اي جي اي سكواد، ومن البدايه تحس انه داخلين بقوه. عجبتني فكره اعلان الاعضاء وشلون صارت الطريقه مترابطه، واللي يميز هذا التيم عنده اعضاء قاعدتهم الجماهيريه كبيره مو بس باليوتيوب، عندك اعضاء عندهم متابعين على التيك توك وحتى الانستغرام. فكره اول فيديو لهم هو الغالي والرخيص ببغداد، واللي هي كانت ايضا فكره مكرره وشبه محلوبه ويا تعديلات شويه عليها. والمونتاج كان مقبول بس عندك التصوير والصوت كانت تعبانات، وخصوصا الصوت ببدايه الفيديو، والتصوير بهواي اجزاء من الفيديو به اهتزازات تكرهك، وكل لقطات كانت اصلا مسجله بكاميرا موبايل، فراح تحس بالفرق مباشره من تحويل من كاميرا الى تصوير موبايل. وبدون لا نطول هسه ندخل بالتقييم. اول نقطه هي نقطه الفكره، صحيح كانت مكرره بس وياها تعديل فتستاهل نص نقطه. ثاني شيء هو المونتاج، وصراحه حاير لو نقطه لو نص نقطه، بس راح نعطيه نقطه. اما المتعه يا اخوان الفيديو طوله فوق الساعة، ما اخفيكم اكو جزئيات منه تحس بالملل، فانا اشوف اول فيديو لك كتيم يكون فوق الساعة خيار جدا غير موفق، فراح نعطيها نص نقطة. واخير شيء الجودة، ومثل ما قلنا يراد له بعد تطوير، وبهيج يكون تقييم النهائي 2 من 4. من وجهة نظري أسباب عدم مشاركة تيم عراقي هي هواي، بس أقدر ألخص أهمها حتى تتناسب ويا طول الفيديو. ونبدي بغياب الدعم الحكومي وعدم وجود اتحاد عراقي للرياضات الإلكترونية، وهذا اللي راح يودينا للنقطة الثانية وهي عدم وجود بطولات محلية. وين وجدت تلاقيها بطولة ببجي موبايل أو شيء، أخوان تفهم قصدي، وتكون مو احترافية، واللي يدخلها بالغالي بيدخلها بدافع الونسة أكثر من دافع الاحتراف. وبعد هواي أسباب مثل الوعي المجتمعي والإعلام، بس ما أقدر أذكرها بسبب مدة المقطع. الخلاصة المشكلة مو باللاعبين، اكو هواي برو بلايرز او لاعبين محترفين، بس المشكلة بالبيئة.